السلام عليكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. هنايا اليوم عندنا كراتان بطاطا بالبيشاميل صوص طوماط. إن شاء الله يعجبكم الفيديو وإن شاء الله تجربوا هذه الوصفة. هنايا بسم الله على بركة الله راح نبدأ. عندي 5 حبات تاع بطاطا جبتهم لهنايا، قشرتهم وغسلتهم، نقطعهم على شكل دوائر، نديرلهم كمية تاع الملح ونحطهم يتقلاو. هنايا راح نقلي البطاطا ونحمرها ونحطها كوتي. بعد ما حطيت البطاطا تاعي طيب راح نجيب النصف تاع الصدر تاع الدجاج. هنايا راح نقطع الدجاج، راح نقطعوه بتي كاري صغار، يعني رقيق بزاف باش يطيبوا مليح ويجي بنين. هنايا هنا بعد ما قطعت الدجاج تاعي راح نجيب حبة البصلة الثاني نفس الشيء، راح نقطعها بتي كاري صغار هكذا. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة، والله هي بزاف بنينة. هي وصفة يعني سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة، سهلة التحضير، يعني اي وحده تقدر تديرها. هنايا جبت المقله تاعي درت فيها كميه الزيت، راح نقلي البصله هذيك نقليها، ندبلها مليح في هذاك الزيت هكذا باش ما تلصقلكش في القاع، حركيها مليح. هنا بعد ما دبلت البصله تاعي راح نجيب كميه الدجاج هذيك، نقليها مليح مع هذيك البصله. بعد ما حطيت الدجاج راح نجيب لي زيبيس تاوعي، حطيت لي زيبيس اللي هي زغبه، كميه تاع ملعقه يعني صغيره تاع الملح، ملعقه صغيره تاع نصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، وكميه تاع الكمون، كميه تاع الكركم، 2 سنات تاع الثوم، وملعقه صغيره طماطم مصبره. هنايا درتهم في الدجاج تاعي. بعد ما طاب الدجاج تاعي نروح للبيشاميل. البيشاميل يعني كامل يعرفوها، وهنايا انا حبيت نزيد نديرها اللي هي ما يعرفهاش والله هذاك، يعني هذه الطريقه تاعي انا في البيشاميل. هنا جبت ملعقه كبيره تاع المارغرين، ذوبتها، درت لها ملعقه ونصف تاع فرينه، حركتها هكذا تحصلت على عجينه. نجيب هنايا الحليب يكون مغلي، يكون حامي، يعني سخون الدرجه، يعني هذاك وين يعني حميته باش ما كي نكبوا على هذيك الزبده ما تتكربعليش. هنايا زدت كميه تاع الملح، ملعقه صغيره ملح، نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، ونقعد نحرك في البيشاميل تاعي باش ما تلصقليش في الطاوه تاعي. هنايا نقعد نضيف الحليب حتى تحصلت على بيشاميل كريميه. هنا نجيب صوص طوماط، هنا كنت محضرتها من قبل نستعملها في البيتزا. هكذا قليتها غير في الزيت وزدت لها سنة ثوم، شويه ملح، شويه فلفل كحل. هنا هي راح تمد بنا يعني للبطاطا تاعي. بعد جبت البطاطا، جبت كميه راح نقسمها على 2، جبت كميه الاولى حطيتها فوق لاصوص طوماط هذيك، زدت لها زغبه تاع نصف الكميه تاع البيشاميل. البيشاميل راح ندير نصف الكميه ونصف الكميه نكملها من بعد. هنا جبت الصدر تاع الدجاج اللي طيبته، حطيته فوق هذيك البيشاميل، ومن بعد نزيد نجيب كميه البطاطا اللي قعدت لي ونزيد نديرها من الفوق. يعني هكذا والله غير طبق يشهي. نتمنى تجربوه وتكتبوا لي في الكومونتير. هنايا كملت نصف الكميه تاع البشاميل، هنا كملتها كامل هكذا. نحاول نوزعها كامل على هذيك البطاطا. هنا نجيب قطعه جبن شيدار، اللي عندها دير، اللي ما عندهاش يعني غير متوفر عندها دير قطع جبن، يعني هكذا تاع مرسوات ولا. هنا حطيت البطاطا تاعي طابت، يعني مدة 4 ساعة غير ما تشربت لي هذيك لاصوص وتشربت لي البيشاميل وذاب لي هذاك الفرماج وجبتها. هنايا كيما راكي تشوفي راهي طابت لي البطاطا تاعي،
والوصفة كانت رائعة، يعني كانت بنينة بزاف، مع البيشاميل مع البطاطا مع الدجاج مع لاصوص تاع الطوماط هذيك، كانت بزاف بنينة. نتمنى بزاف تجربوها. وصفة يعني غير مكلفة، اقتصادية، كل المكونات متوفرة في البيت. وان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ومع السلامة.